عارفين بيبقى جاي معاها العياده ليه؟ عشان يوقعها في شر اعمالها، ما يعرفش ان احنا اللي بنوقعه في شر اعماله. بيبقى داخل العياده كده مع مراته زي المخبر السري، عشان يشوف الجنين ولد ولا بنت ويطابق الحاله اللي طلعت في السونار مع اقوالها. كلام في سركم، هي قايله لو طلعت بنت هيسميها على اسم امه، لو طلع النوع عكس اللي اتقال ممكن يعمل لها محضر اثبات حاله. عارفين بقى الستات الرغايه قوي دي اللي مش بتبطل كلام، بقى متحفظه قوي في الكلام لو زوجها موجود. بيجي لها بقى حاله كده من الخرس والتبريق كل شويه كده للدكتور، زي ما تكون داخله كده في رهاب اجتماعي او بدايه توحد. في ستات كتير جدا بتاخد الحمل وسيله علشان ترتاح شويه وتقلل من حجم المجهود اللي بتعمله في البيت. تيجي نتصدم كده كلنا مع بعض، ده بيبقى حقها سواء في حمل او مفيش. السيناريو ده مش بيحصل مع كل الازواج، في ناس بتبقى جايه فعلا مع زوجاتهم حابين يطمنوا ويعيشوا معاها كل احساس بيحصل في الحمل. تعالوا كده في الانجاز نوزع المهام ونشوف كل واحد مطلوب منه ايه. لا انت ركني، ركزي في اللي انت فيه، مش عاوزين منك حاجه. ايوه انت بقى تعالى لي كده، شوف بقى مطلوب منك ايه. هتبقى دعم نفسي ليها وتساعدها في كل المهام اليوميه، وشجعها كمان ان هي تاكل اكل صحي. ويا سلام بقى لو تلعب كده شويه رياضه على الخفيف، ولو عاوز تيجي معاها المتابعات ما يضرش، عشان تبقى داعم ليها وتطمن عليها وعلى البيبي. وفي الاخر بس احب اضيف، لو الاب حابب يستمتع بالحمل زي الام، سيبها تحكي لك وتفضفض معاك بكل احساس وتفصيله بتحسها في الحمل. ولو البوست ده وصلك المعلومه اللي خليكي تحسي وتحبي الحمل وتشاركيه مع اقرب الناس ليكي، اعملي له فولو. دكتوره اماني كمال، اخصائيه النساء والتوليد.